كنا اتكلمنا عن اللوك اب فانكشنز واتكلمنا عن الفي لوك اب والاتش لوك اب، بس واحنا شغالين اكتشفنا ان في مشكله في الفي لوك اب. ايه هي؟ ان الفي لوك اب في عندي في قيمه البحث او القيمه اللي انا ببحث بيها لازم تكون اول عمود عندي في التيبل اري وانا بعمل سيلكت. دي مشكله في ايه؟ ان لو البيانات بتاعتي فيها 50 كولوم وانا عايزه اسيرش على جزء معين، يعني مش عايزه كل ال 50 كولوم ده، لا ده انا عايزه جزء معين اسيرش بيه، فهسلكت على جزء او 3 كولومز او 4 كولومز مثلا واشتغل عليهم. طب لو انا مثلا بسيرش مثلا بالاسم وعايزه الاي دي اللي قبليه، او بسيرش مثلا بالاسماء وعايزه اي قيم قبليها، فساعتها هيبقى الموضوع صعب ان احنا نستخدم في لوك اب. فهحتاج بقى ان انا علشان احلها وهستخدم في لوك اب ان انا هاخد الكولوم دي وانقلها بعد الرينج بتاعي وازود الرينج، والموضوع هيبقى كبير. وطبعا لو البيانات حجمها كبير، مثلا نقول 50 رو او حاجه، او حتى نقول يعني 50 رو ده قليل، 50,000 رو او مثلا نقول مليون رو، الموضوع هيكون صعب. اصلا الكنترول اكس كنترول في ككوبي وبيست والحاجات دي لا بتاخد وقت ومجهود، وهقعد جنبيه لغايه ما يخلص. فاحنا عايزين نسهل الموضوع اكتر. مايكروسوفت وفرت لنا فانكشن جديده اسمها الاندكس والماتش. الاندكس دي لوحدها والماتش لوحدها، بس انا بستخدم الاثنين مع بعض، وتعالوا نشوف ليه بنستخدم الاثنين مع بعض. طيب احنا عندنا دلوقتي الستودنتس وعندنا درجاتهم في 3 مواد او نقول 3 اكزامز، مثلا وورد واكسل وباوربوينت. عايزه دلوقتي اما اجي اختار اسم الطالب عندي احمد او داليا، واختار كمان اسم الاكزام، يظهر لي السكور بتاعه. فانا احمد في الاكسل جايب كام بالظبط؟ تعالوا نشوف دلوقتي. هقف عند السله اطلع فيها الناتج، هروح ادوس على الاف اكس واستخدم الفانكشن بتاعت الفي لوك اب وادوس اوكي. طيب ايه اللوك اب فاليو بتاعتنا اللي هي احمد؟ طيب هيدور فين؟ هروح اسلكت على الجدول ككل، تمام. واخدنا بالنا ان احمد هو اول عمود عندي في التيبل اري وانا بعمل سيلكت في التيبل اري. طب الكولوم اندكس نمبر رقم العمود كام؟ الاكسل رقم العمود كام؟ العمود رقم 3. والرينج لوك اب 0 عشان طبعا يجيبوا اكزاكت. طيب احمد في الاكسل فعلا جايب 66 صح. طب لو رحت غيرت احمد لداليا، داليا في الاكسل جايبه 78، رحت غيرت لسارة فسارة جايبة في الاكسل 95. حلو قوي، انا حاليا ما عنديش اي مشاكل. طيب شوية قلت لكم طب سارة في الباوربوينت جايبة كام؟ هي في الاكسل جايبة 95 بس في الباوربوينت جايبة 77، فالمفروض هنا يطلع 77. طب المشكلة فين؟ المشكلة اللي احنا في الفيلوك قبل ما استخدمناها رحنا قلنا له ان الكولوم اندكس نمبر على اساس الاكسل كان 3. طب دلوقتي الباوربوينت هروح اعدلها بايدي اخليها 4 فيطلع لي فعلا 77. طب رحت مثلا غيرت وخليتها وورد، فالوورد العمود رقم 2، فاضطر اقف عند السل تاني واروح عند الكولوم اندكس نمبر واحط بدل الاربعة 2. فالموضوع هيبقى صعب. كل ما اغير اسم الاكزام او اسم المادة اروح اغير بايدي الكولوم اندكس نمبر. طب هل في حاجة بديلة لده تسهل عليا الموضوع اكتر ما اعدل بايدي؟ لان زي ما اتفقنا قبل كده كل لما هشتغل او هقلل من الشغل اليدوي كل ما يكون احسن، كل ما اخلي الموضوع اوتوميتد كل ما يكون افضل. فتغيير في سيل واحده احسن من تغيير في اكتر من سيل، بحيث تغيير في سيل واحده يسمع في باقي الشيت كله. وده اللي احنا عايزين نعمله. اما اجي اختار اسم الطالب او اجي اختار مثلا اسم الاكزام تلقائي يعدل عندي من غير ما انا اعدل باي حاجه. طيب نعملها بقى ازاي؟ واحده واحده. هنبدأ دلوقتي نتعلم فانكشن جميلة كده اسمها الماتش. الماتش دي بتعمل ايه؟ بتطلع لي رقم العمود او رقم الصف. هي بترترن رقم، بس الرقم ده بيدل على موقع السل بتاعتي، سواء على هيئة الروز ولا على هيئة الكولومز، تمام كده. هي من دوال البحث بس مش بترجع لي هو جايب درجة كام، ده بترجع لي رقم الصف او رقم العمود، تمام. طيب تعالوا هنجرب مع بعض. هجرب الاول ماتش لوحدها وبعد كده هجرب اللي احنا نحط الماتش مع الفي لوك اب عشان نحل المشكله دي. فاقف مثلا في السل دي مثلا وهروح على اف اكس، او خلينا مثلا نشوف دلوقتي هي ساره الصف رقم كام والوورد العمود رقم كام. هروح على الاف اكس واسيرش على الفانكشن اسمها الماتش وهقول له جو وادوس اوكي. اللوك اب فاليو عندي مين؟ اللي هي ساره. طب فين اللوك اب اري؟ هروح ادور. خدوا بالكم بقى هنا انا قلت له اللوك اب فاليو هي ساره، فاللوك اب اري هنا لازم واحنا في الماتش مش زي الفي لوك اب في الحته دي. في اللوك اب اري في الماتش لازم اسلكت يا على صف يا على عمود، يا بسلكت على صف يا بسلكت على عمود، تمام. فصار دي هدور عليها فين؟ هل هدور عليها في الصف الاول او الثاني او الثالث او الرابع، ولا الكولوم الاول او الثاني او الثالث او الرابع؟ هدور عليه في الجزء اللي فيه اسماء الطلاب، لان ساره دي من ضمن اسماء الطلاب. انا ممكن اروح اغير ساره اخليها احمد اخليها داليا،
فبالتالي اي تغيير يتم يبدا يسمع هنا او يدور هنا صح. طب يبقى تاني الماتش هنعمل ايه؟ هقف عند السله طلع فيها الناتج وادوس على اف اكس واستخدم الفانكشن بتاعت الماتش وادوس اوكي. اللوك اب فاليو عندكم اللي هي ساره هندور عليها فين؟ هندور عليها في الكولوم ده. طيب ايه الماتش طيب عندي؟ اللي هو هيكون 0 عشان يكون اكزاكت وادوس انتر. ففعلا ساره هي العمود، او فعلا سارة هي الصف رقم 4. مش احنا ادي صف 1 2 3 4. طيب تعالوا نغير سارة لأي اسم تاني، مثلا أحمد، فأحمد صف رقم 2. هروح أغير داليا فداليا الصف رقم 3. فاحنا كده صح. طب أنا عايزة أعرف دلوقتي هو الوورد العمود رقم كام، فهروح برضو أستخدم الفانكشن بتاعت الماتش. اللوك اب فاليو عندنا اللي هو اسم الإكزام. طب اللوك اب اري هل هيدور عليه في اعمده ولا هيدور عليه في روز؟ خدوا بالكم كلمه وورد دي بتتغير لاكسل، بتتغير لباوربوينت. هنسلكت على مين؟ هنسلكت على الصف الاولاني اللي هو هيقرا، ممكن يشوف مره وورد مره اكسل مره باوربوينت وهكذا. طيب ايه الماتش تايب؟ هخليها 0 وادوس انتر فيطلع لي ان فعلا الوورد العمود رقم 2. طيب هقول له مثلا الاكسل العمود رقم 3، هقول له مثلا الباوربوينت العمود رقم 4. يبقى احنا كده الماتش بتعمل ايه؟ بترجع لي رقم صف رقم عمود، بس هي مختلفه شويه في الارجيومنتس. اللوك اب فاليو القيمه ماشي هاخدها عادي من الجدول الصغير ده او من الريبورت بتاعي، بس في التيبل اري او في اللوك اب اسمها لوك اب اري. في اللوك اب اري كده انا بسلكت يا على صف يا على صف يا على عمود على حسب احنا بنسيرش بايه. بس كده يبقى دي رجعت لي رقم صف رقم عمود، واي تغيير هنا هيسمع عندي. طيب انا برضو ما عدلتش الفانكشن بتاعت الفيلوك اب عندي. فانا كانت مشكلتي فين؟ مشكلتي في الكولوم اندكس نمبر. ليه مشكلتي في الكولوم اندكس نمبر؟ لان ده اصلا اي تغيير بيتم في الاسماء الاكزامز انا عايزاه يسمع عندي، فكنا بنضطر نغيره بايدينا. طيب هنا حاليا بدل ما اقول له 2، احنا من شويه اتعلمنا فانكشن بترجع لي رقم الصف او رقم العمود، وانا عايزه هنا ترجع لي رقم العمود. هي مين؟ الماتش. اشيل رقم 2 واكتب اسم الفانكشن بتاعتي ماتش وافتح براكت واكليك على الفانكشن اسمها الماتش. طب ايه اللوك اب فاليو عندي هنا؟ اللي هي اسم الاكزام. هيدور عليها فين؟ لوك اب اري زي ما قلنا، بسلكت على صف او بسلكت على عمود. اروح اسلكت على الصف الاولاني عشان يعرف ان الوورد العمود التاني، الاكسل التالت، الباوربوينت الرابع. ماتش طيب هخليها 0. هل هدوس اوكي؟ لا، هرجع للفي لوك اب. يبقى احنا حطينا لوك اب فاليو، حطينا التيبل اري، رحنا استخدمنا الفانكشن بتاعت الماتش عشان تطلع لي تلقائي الكولوم اندكس نمبر، واي تغيير يتم في الباوربوينت يسمع عندي على طول. والرينج لوك اب هخليها 0 بس كده. بدوس اوكي هيطلع لي فعلا داليا في الباوربوينت جايبه 95. طب غيرت الباوربوينت وخليته اكسل، المفروض يبقى 78 صح. طب خليته مثلا وورد بقى 60. يبقى احنا كده اي تغيير في اسم الستودنت او اسم الاكزام هيسمع عندي على طول، تعالوا هجرب معاكم دلوقتي اللي انا هعمل نفس الحاجه بس باستخدام الفانكشن بتاعت الاندكس. وحاليا احنا لسه مشوفناش مشكله الفانكشن بتاعت الفيلوك اب، يعني احنا في المثال ده عملنا الفيلوك اب بس استخدمنا مع الماتش عشان نحسن من شغلنا مش اكتر من كده. طب هجرب دلوقتي معاكم الاندكس والماتش برضو ونشوف. يعني حاليا في المثال ده مفيش فرق ما بينهم، هما الاثنين هيطلعوا لي الناتج صح، بس في المثال اللي بعد كده هتفرق. تعالوا نجرب مع بعض واحده واحده. هروح دلوقتي بقى استخدم الفانكشن بتاعت الاندكس. هروح عند الاف اكس واسيرش على الفانكشن اسمها الاندكس واقول له جو وادوس اوكي. تاني. ايه الاري بتاعتنا اللي هندور فيها؟ اللي هو الجدول ده. تمام. طب الرو نمبر هو بقى بيقول لي داليا هي الصف رقم كام؟ لو انا هعملها يدوي بقى 1 2 3. طب الكولوم نمبر بتاع الوورد ادي 1 2. يبقى انا دلوقتي الاري زي التيبل اري في الفي لوك اب اللي احنا كنا بنسلكت على الجدول، هنا بقى في الاندكس بنسلكت على الجدول كله، سواء بقى مين في الاول ومين في الاخر مش هتفرق معانا، مش زي الفي لوك اب. فانا هنا الاري هو الجدول كله. طب الرو نمبر انا عارفه ان داليا الصف رقم 3، والكولوم نمبر انا عارفه ان الوورد رقم العمود التاني. بس كده وادوس اوكي. ففعلا داليا في الوورد جايبه 60. طب لو غيرت داليا وخليتها باحمد هل القيمه دي اتغيرت زي دي؟ لا. طب ليه؟ لان انا هنا في الاندكس رحت قلت له ان داليا كانت صف رقم 3. طب احمد دلوقتي الصف رقم 2، رو نمبر بتاعي الصف رقم 2، هيطلع لي فعلا 50. يعني معنى كده لو رحت دلوقتي غيرت لساره هيسمع؟ برضو مش هيسمع، هضطر اخش جوه الفانكشن واقول له ان ساره الصف رقم 3 علشان 3 ولا 1 2 3 4 الصف رقم 4 علشان يطلع لي ان هي 80. وطبعا لو غيرت برضو الوورد وخليته مثلا اكسل
فالاكسل العمود رقم كام؟ الاكسل عمود رقم 3، فاقول له عند الكولوم نمبر خليها 3. فبرضو انا عندي مشكله هنا ان اي تعديل بيتم في اسم الطالب او بيتم في اسم الاكزام اضطر ان انا اعدل بايدي في الفانكشن، فاحنا مش عايزين كده. طب ايه الحاجه اللي هتساعدنا في النقطه دي؟ اللي احنا استخدام الفانكشن بتاعه الماتش اللي بترجع لي رقم الصف او رقم العمود على حسب واحنا بنستخدمها في ايه. طيب تعالوا دلوقتي، عشان كده دايما بنقول اسم الفانكشن بتاعتنا اندكس وماتش، مع ان دي فانكشن ودي فانكشن، بس دايما الاثنين مربوطين مع بعض. ادام بستخدم اندكس كداله بحث لازم استخدم معاه الماتش عشان ما اكتبش بايدي رقم الصف ورقم العمود. طيب خليني هلغي ده وهروح عند الاف اكس دلوقتي واستخدم الفانكشن بتاعت الاندكس وادوس اوكي. الاري بتاعتنا اهي الجدول كله. طب الرو نمبر هستخدم الفانكشن بتاعت الماتش وافتح براكت واكليك على الفانكشن بتاعت الماتش. طب ايه لوك اب فاليو؟ هقول له خد لي ساره، هتدور عليها فين؟ لوك اب اري بيكون يا صف يا عمود، هسلكت على العمود الاول. طب الماتش طيب خليه 0. انا كده خلصت؟ لا لسه، هرجع للاندكس. احنا كده استخدمنا الماتش عشان تطلع لي هي ساره او احمد او داليا الصف رقم كام. طب انا دلوقتي عايزه اعرف الكولوم نمبر. هعرف الكولوم نمبر منين؟ هستخدم برضه الفانكشن بتاعت الماتش وافتح براكت واكليك على الفانكشن بتاعت الماتش. ايه اللوك اب فاليو عندكم؟ اللي هو اسم الاكزام، هتدوروا عليه فين؟ هتدور عليه في الرو الاولاني. طيب الماتش طيب هخليه 0. انا كده هروح عند الاندكس، انا كده خلصت الماتش الاولى اللي بترجع لي رقم الصف وخلصت الماتش التاني اللي بترجع لي رقم العمود، وهو هيدوره هنا وادوس اوكي. فدلوقتي ده سارة الصف رقم 4. فبصوا هو بيعمل ايه؟ ادي سارة الصف رقم 4 والاكسل العمود رقم 3. ففين التلاقي في النص؟ 95. فبيطلع لي كده 95. فانا بديله رقم الصف وبديله رقم العمود، والتقاطع في النص هي دي الرساله اللي انا عايزاها، هو ده اللي بيعمل لها ريتريف او بيريتيرن القيمه دي. تمام. بس يبقى احنا دايما بنستخدم، عشان كده دايما بنقول اندكس وماتش اندكس وماتش. طب انا استخدمت الماتش مع الفيلو كاب للتحسين مش اكتر، عايزه استخدمها تمام، مش عايزه استخدمها براحتنا على حسب كل واحد وشغله. وبرده في ناس ممكن تستخدم الاندكس من غير ماتش لو هي هتدخل القيم بايديها. بس طبعا زي ما قلنا كل ما نقلل من الشغل اليدوي، كل ما نخلي الموضوع اوتوميتد، كل ما هنقلل من الايرز وكل ما هنعلي من البرفورمانس او الاداء بتاعنا. تمام. وده دايما بنحاول نراعيه في شغلنا. طيب تعالوا نجرب في example 1 النقطة دي. أنا دلوقتي عندي أسماء السبجكت وأسماء الطلبة، وبرضه لما أجي أختار أي اسم طالب أنا عايزاه يطلع لي الدرجات بتاعته، وكمان عايزاه يطلع لي السيريال نمبر بتاعه اللي هو الكود يعني. هعمل ايه بقى؟ خدوا بالكم الحته دي عشان احنا هنحتاج نثبت حاجات كتير. واحده واحده بقى. هروح على الاف اكس، بس انا المره دي عايز استخدمها اندكس وماتش. هروح عند الاندكس وادوس اوكي. طب ايه الاري بتاعتنا؟ اللي هو الجدول كله، خدوه من اوله لاخره. طيب هنا هنحتاج نثبت علشان انا هسحب، فما هسلكت كده وهقول له ثبت لي عشان انا لما اجي اسحب لتحت الرينج ده ما يتغيرش معايا. طب الرو نمبر ايه الحاجه اللي بتطلع لي رقم الصف؟ استخدام الفانكشن بتاعه الماتش وافتح براكت واكليك على الفانكشن بتاعه الماتش وابدا ادخل الجزء بتاعها. فين اللوك اب فاليو؟ اللي هي اسمها جيهان. طب هدور عليها فين؟ هتدور عليها في الاسماء. انتوا واخدين بالكم من الاسماء في النص، وانا في الاري كنت في الاول كنت واخده الرينج كله والاسماء تاني عمود عادي جدا. طيب هنحتاج هنا نثبت، وعلى فكرة هنحتاج نثبت السيل اللي فيها اسماء الطلبة عشان لما اجي اسحب لتحت السيل دي متتغيرش برضو من مكانها. ماتش تايب 0. هرجع للاندكس واروح عند الكولوم نمبر، يعني كده طلعت له رقم الصف وقلت له هتدور فين. طب رقم العمود كام؟ برضو هستخدم الفانكشن بتاعت الماتش، افتح براكت وكليك على الفانكشن بتاعت الماتش. اللوك اب فاليو بتاعتكم اللي هو اسم الاكزام. طب هحتاج اثبت ده؟ لا ما ينفعش نثبت ده، لان انا دلوقتي نفس اللي هعمله على الماثماتكس عايزاه يتعمل على باقي الكولومز. طيب اللوك اب اري هياخد الماث دي ويدور عليها فين؟ يدور عليها في الرول الاولاني. وما ننساش نثبت الرينجز. والماتش تايب 0 برضو. هرجع تاني للاندكس وهدوس اوكي فيطلع لي القيمه بتاعتي. تعالوا نسحب لتحت. واخدين بالكم بقى دي النقطه الجوهريه اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. بس واحده واحده كده، خليني ماشيه معاكم واحده واحده. انا دلوقتي اهو اسم الطالب جيهان. تعالوا نتاكد كده جيهان درجاتها صحيحه ولا لا. 99 70 51 80 يبقى صح. هروح مثلا اختار احمد، فاحمد 45 62 100 بس كده يبقى كده صح. هنا بقى في ميزه كويسه جدا اللي هو انا كنت ببحث، مش انا ببحث بالاسم، طب ما جاب لي اهو سيريال نمبر. فده الفرق ما بين الفيلوك اب والاندكس. بس كده. تاني
الفي لوك اب والاندكس هما الاثنين واحد، هي دوال البحث بديله القيم اللي هو عايزها والارجيومنتس اللي هو عايزها وبيطلع لي القيمه اللي انا عايزاها السكور مثلا او التقاطع. بس الفكره في الفي لوك اب مع انها على فكره الكومن اكتر، ومن زي ما قلنا قبل كده ان ده جزء اساسي في الامتحان او في الانترفيوز بتاعه الشركات، بس ليها مشاكلها ان اولا نقطة الفكرة اللي أنا ببحث بالاسم مثلا عايزة كولومز قبليه، فدي طبعا مش موجودة، فاستخدمنا الحل البديل بتاعها أو يعني الفيرجن الأحدث شوية الفكرة الاندكس والماتش. اندكس والماتش مش لازم مين الأول مين الأخير وهكذا، لا أنا بديله نطاق كامل وبس أحدد له رقم الصف رقم العمود باستخدام الفانكشن بتاعة الماتش، وهو أول ما هيلاقي الصف والعمود هيجيب التقاطع اللي في النص ويطلعه لي على طول. بس فهنا ده كده أنا يعتبر نفس اللي عملته في الفي لوك اب، بس هنا فكرة السيريال نمبر ان انا بقدر ابحث بالاسماء ويطلع لي القيمة اللي قبلها بكل سهولة. يبقى احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن الفانكشن الاندكس والماتش، وكمان ادينا اكزامبل بسيط عنها وعرفنا الفرق امتى نستخدم الفي لوك اب امتى نستخدم الاندكس والماتش، وكمان جربنا مع بعض ان احنا نستخدم الفي لوك اب مع الماتش. في الفيديو الجاي هنتكلم عن الاكس لوك اب.